يعني ايه التهاب امعاء مناعي؟ لو رحت للدكتور وقال لك انت عندك قولون تقرحي او مرض كرونز، اكيد اول كلمه جت في بالك هو يعني ايه وليه انا؟ وهل حياتي هتقف هنا؟ النهارده هنفك الشفره دي ونفهم الحكايه من اولها. مش كل ألم في البطن مجرد قولون، وأحيانا الجسم بيهاجم نفسه. التهاب الأمعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطرة. أنا الدكتور أحمد جلال، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. هدفي إن احنا نفهم المرض عشان نسيطر عليه. العلاج مش بس دواء، العلاج رؤية واضحة، تشخيص دقيق، متابعة منتظمة، وهدف محدد. هدفنا العلاج الموجه نحو الهدف. تريد تطرد. التهاب القولون تقرحي مرض كرونز مش نهاية الطريق، بالعلم الصح نقدر نمنع المضاعفات ونحافظ على الحياة الطبيعية. ببساطة الاي بي دي مش مجرد شوية مغص، ده مرض مناعي مزمن. يعني جهازك المناعي اللي المفروض يحميك قرر لسبب ما انه يغلط في العنوان ويهاجم بطانة امعائك انت، فبيعمل التهاب مستمر. قبل ما نكمل في 3 حاجات لازم نشيلهم من دماغنا خالص. المرض ده مش معدي، يعني ما جاش لحد منك ولا انت هتنقله لحد. المرض ده مش مرض نفسي، ايوه الزعل بيأثر عليه بس مش هو السبب. المرض ده مش بسبب اكلك، الاكل ممكن يهيج الحالة بس مش هو اللي جاب لك المرض. تخيل ان امعائك دي عبارة عن سيراميك ناعم ومحمي بطبقات في الحالة الطبيعية. المناعة بتعدي عليه وفوقه وتحميه. في الامراض بتاعت الاي بي دي او امراض الامعاء المناعيه، السيراميك ده المناعه بتعتبره عدو ليها، فتبدا تخبط فيه وتعمل فيه جروح، تعمل فيه قرح، تعمل فيه التهابات. المرض ده ليه بطلين اساسيين: القولون التقرحي ومرض كرونز. القولون التقرحي تخصص قولون وبس، بياخد البطانه السطحيه، لكن مرض كرونز ده مشاغب شويه، بياخد اي منطقه في الجهاز الهضمي، ممكن يجي من اول الفم لحد فتحه الشرج، ممكن ياخد جدار الامعاء، والمشكله كمان انه ممكن يسيب الجدار الامعاء بالكامل، فممكن يعمل ناسور. لما الدكتور بيعمل المنظار بيشوف المنظر ده. شايفين الاحمرار ده؟ دي القرح، دي اللي بتسبب النزيف والألم اللي بتحس بيه. يعني ايه مزمن؟ كلمة مزمن بتخض، بس معناها الحقيقي صداقة مزمنة، صداقة طويلة. احنا المرض ده مش بنخف منه زي الانفلونزا وزي اي مرض تاني، احنا المرض ده بنروضه. الهدف من العلاج اننا نوصل لمرحلة الكمون او الخمود، الريميشن. يعني المرض ينام وانت تعيش حياتك طبيعي جدا. الفهم الصح هو أول خطوة في السيطرة على المرض. في الحلقات الجاية هنعرف ازاي نعيش، ناكل، نتعامل مع الاي بي دي. في مدرسة التهاب الأمعاء انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصة النهاردة اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم سالمين.